بعد عطلة الصيف تعود عجلة العمل الحكومي للدوران من جديد، فقد تقرر عقد أول اجتماع لمجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، إذانا ببداية السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال والأصالة والمعاصرة. الاجتماع سيتضمن مناقشة مرسومين، الأول يخص رسم التضامن ضد الكوارث، والثاني يتعلق بتعويضات الساعات الإضافية لأساتذة التعليم. مصادر مطلعة كشفت عن تحريات كبرى في الدار البيضاء وطنجة تقودها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. التحقيقات تستهدف منعشين عقاريين جدد يشتبه في ارتباط بعضهم بتجارة الكوكايين بعدما دخلوا السوق عبر شراء مشاريع عقارية متعثرة. التحريات تركز على صفقات مشبوهة وقيم مالية كبيرة مع تدفقات مالية غريبة في حسابات بعض الشركات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستعد لتنظيم ندوة صحفية لتوضيح الجدل الذي رافق المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة ومشروع القانون رقم 59.42. هناك أصوات أكاديمية رحبت بالإصلاح واعتبرته خطوة لتطوير الجامعة ومحاربة الفساد، لكن بالمقابل أصوات أخرى حذرت من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً بعد إلغاء مباريات ولوج الماستر. المندوبية العامة لإدارة السجون خرجت ببيان توضيحي حول القانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، وأكدت أنها وفرت التجهيزات والموظفين اللازمين لتطبيق هذا القانون، وأن الأخبار المتداولة حول سوء التنفيذ غير دقيقة. شبكات النصب والاحتيال تحت غطاء الاستثمار السريع ما زالت تتربص بالمغاربة. الشرطة أوقفت مؤخراً امرأة وابنتها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء للاشتباه في انتمائهما لشبكة للنصب عبر التداول الوهمي. الخبراء يحذرون من هذه الشبكات التي تغري الناس بالربح السريع، لكنها تنصب عليهم بذكاء. وفي الدار البيضاء أوقفت الشرطة شاباً عمره 28 سنة بعد نشره شريط فيديو يهدد فيه بارتكاب جرائم داخل مسجد الأندلس في حي أناسي. التحقيقات أظهرت أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وتم إيداعه بمستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات اللازمة.